أي أحد ضرك لا يوصله علم إن أنتي ما زلتي متأذية ولا ما زالت حياتك متوقفة. أنا ما أدري إيش بعد الحياة تتوقف، لكن at least لا يوصل الكلام، لأنه ما في شخص يأذي أحد ويشوفك إن أنت متأذية منه يعني بيعطف عليك ولا بيرحمك ولا ما أدري شو الفكرة أصلا. حتى يعني تجين للآدمي ولا للآدمية تقول لها أنت أذيتيني. طب ما هي في البداية في النقطة الأولى هي هذا اللي تبي توصل له، فأنت أنت لا تعطينها هذا الشيء، أنت لا تغذينها وتكبرينها. هي الكبر، هي لما أذتك ولا هو لما أذاك هو هالكبر. بس لما تجين وتبينين أن أنت فعلا أذيتني هو ترى بينبسط وهي بتنبسط. هذا الشعور اللي يبونه. هم مضطربين نفسيا ما أعرف، بس أنت لا تصيري زيهم. انتبهي انتبهي انتبهي. طاقتك كلها بتروح وبتصب عندهم وبتكبرينهم، وانت بتذبلين وانت بتموتين وانت تقعدين تحرقين في عمرك. شو اللي تبين؟ يعني مستحيل. طبعا هو أذى عن أذى يفرق، وناس عن ناس تفرق، لكن أنا أتكلم يعني مستحيل. طبعا هو أذى عن أذى يفرق عن حتى في موضوع العلاقات الزوجية، علاقات الأصدقاء. واحدة مرة يعني واضح إنها متسببة لك بأذى متعمدة، ولا زوجك متسبب لك بأذى متعمد، خلاص. ولا شخص طلعتي منه وكان مأذيك، خلاص أنت يعني تطلقتي منه ولا انفصلتي عنه بأي طريقة كانت، خلاص. مو صفحة وتسكين عليها صفحة وتحرقينها. ما أدري إيش أقول، بس لا تقعدين تولولين إن أنت أذيتني وهو أذاني وأنت أذيتني وهو أذاني إيش تستفيدين؟ يعني شلون أنا أجيب شيء من الماضي وأتمسك فيه كل سنوات عمري الباقية؟ هل هذا يستحق؟ والله العظيم شيء ما يستاهل. الناس اللي طلعت حملك من الماضي، أعبائك من الماضي هذه اللي شايلتهم أنت في شنطة، لا تشيلينها معك في المستقبل. إيش رأيكم في التمثيل؟ والله لا تشيلينها معك في المستقبل. خلاص قفلنا ذيك السنة. في أحد أذانا، في أحد ذبحنا، في أحد ظلمنا، في أحد صيحي شهر شهرين تعبيش وعادي. بس والله ما قاعد أولول لين آخر يوم في عمري. ليش؟ إن شاء الله ما يستاهل. والله العظيم مو عشان إنه ما يستاهل ولا هي ما تستاهل. بالطقاق أنا ما همني هم. أنا ما أستاهل إني أعيش بهذه الطريقة. أنا ما أستاهل أعيش إني أنا أكون ضحية. أنا ما بس ضحية. ولا تظنون إن إحنا ما كل الناس بتمر عليهم نفس المواقف. العبرة في كيف أنك تتصرفين مع هذا الموقف. يا إن تقومين تعزين نفسك وتمشين صح، ولا تمين في إذا مثلا طليقك أذاك وانتهى الموضوع يعني تكفل، خلاص قولي الحمد لله أن يعني هذا الأذى ما استمر لسنوات. ممكن أذى فتح عيونك على شيء جديد، فتح عيونك على قدرات عندك. طبعا الموضوع للطرفين، حتى للرجل. يعني المفروض أنه ما يقعد يصايح ويصير بكاية لين آخر يوم في عمره على موضوع قبل 5 سنوات ولا 3 سنوات. تصير في الخاطر، بس أقصد لا تتكلمين فيها كثير ولا تعيشين هذه الشخصية دايم. لا تعيشين. قد ما تعيشينها قد ما تجيبين لنفسك مواقف زيادة. بالضبط. تبي تعيشين ضحية طول عمرك بيجونك ناس فعلا بيأكدون عليك هذه الشخصية، تستمرين. فلا تستمرين. برضو انتبهي. ترى بنات أنا أقول هالكلام لي ولكم. يعني أنا في يوم ما قد أني كنت هذه الشخصية، بس حاولت أنتبه قد ما أقدر. كلنا يعني تجينا أيام نعيش شخصية الضحية، نعيش شخصية القوي، نعيش شخصية المستضعف.
للغير مهتمين، الميت قلوبهم، اللي قلوبهم بزيادة، لكن نحتاج نوازن. برضو انتبهي، إذا أنت تحسين نفسك ما تقدري تعيشين بدون استعطاف الآخرين، هذا ريد فلاج بنات، هذا ريد فلاج. لا يعني شو أقول لكم، لا تاخذين شيء من الناس، لا تاخذين حتى عطف الناس. فرضا ما هم موجودين حولك، إيش بتسوين؟ لا تتغذين على هذا الشيء. صحيح كثير، وأنا في يوم ما أنكر أنا كنت أعيشه، لأن خلونا نقول يعني خصوصا في مجتمعنا الشرقي يعني أو تربينا يعني على هذا الأسلوب. صدق يعني هو مو شيء غريب، مو شيء غريب عندنا، لكن لازم ننتبه له. وأنا لما أقول يعني تدرون عيش صدق بنات، بكون صريحة مرة، عيشي ضحية صديقتك، أهلك، ما أدري، عيشي إلا الرجل لا تبينين له أنك ضحيته. انتبهي، لا توصلين له هذا الضعف، لا يشوفك ضعيفة ومسكينة ومتأذية. والسلام عليكم ورحمة الله.